دفاع الدكتور ولاء الزايد صيدلي حلوان بيطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين قائلا حتى لا يسألكم يونس. أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين. لسه مكملين مع حضراتكم آخر المستجدات والأحداث اللي بتحصل في قضية الدكتور ولاء الزايد صيدلي حلوان. والنهاردة استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس إلى طلبات الدفاع بالحق المدني في قضية المجني عليه ولاء الزايد المعروفة إعلاميا بصيدلي حلوان، وقال إن الواقعة مأساة هزت وجدان الرأي العام وصداها مخيم على كل بيت. وكمان قال إن المجني عليه قتل داخل منزله بعصاية البيسبول اللي استخدمها المتهمين على مرأى ومسمع من ابنه يونس، لأن يونس في الوقت ده كان موجود أثناء هجوم والبلطجة اللي حصلت من ريماء واخواتها ووالدها على الدكتور ولاء زايد. وكمان قال المتهمين ازهقوا روحه قبل ان يلقوه من اعلى وادعوا انه انتحر. وكمان طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهمين اللي ارتكبوا الجريمه التي لا تغفر. وقعوا اقصى عقوبه لكي لا يسالكم يونس عنها في احد الايام كما طلبها بالامس. وبرضه دفاع المجني عليه الدكتور ولاء الزايد طلب من هيئه المحكمه اثناء المرافعه وقال: نحن امام اسره فقدت عائلها الوحيد وطفلا اصبح يتيما ولطيما بايدي امه واسرتها. نحن مليئين بالحسره على ما حدث من القتل المعنوي وقهر الرجال والتعذيب والاحتجاز والاسدال، فلا الزوج اصبح زوجا ولا الزوجه اصبحت زوجه. وطبعا دي كانت اخر الاحداث اللي حصلت في جلسه النهارده للدكتور ولاء زايد، واللي طالب فيها دفاع الدكتور ولاء زايد باعاده القيد والوصف في القضيه، لان القضيه زي ما هو قال برضو اثناء دفاعه في المحكمة ان القضية اتلعب فيها من الشرطة والتحريات كمان بتاعت القضية ما كانتش كاملة. وكلنا امل ان شاء الله باذن الله ان حق دكتور ولاء زايد يرجع. والسؤال هنا، هل لو المحكمة ادت حكم مخفف او قضت بالبراءة لريماء واخواتها شكلها هيكون عامل ازاي قدام ابنها يونس لما شاف كل حاجة واعتداء والدته واعتداء اخواتها وجده على والده، وكمان انهوا حياته برميه من البلكونة. دي كانت اخر المستجدات في قضيه الدكتور ولاء زايد، ولحد هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، واي جديد هبلغ بيه حضراتكم اول باول. فاتاكد ان انت عامل لايك وسبسكرايب للقناه عشان الفيديوهات الجديده توصلك اول باول. كان معاكم محمد سيف، سلام عليكم.